انا عارف ان ممكن يكون اللي معطل دون ان اخويا كابتن الخطيب زعلان وعايز اقول له انت على راسي انت وعندك حق كده. الناس بتفسر كلامي زي ما هي عايزه، وانا كنت فاهم حاجه غلط، انا فاهم غلط وبعد ما خرجنا من العراق السعوديه اكتشفت الموضوع على الحقيقه كده. مش عيب ابدا اعتذر لك واعتذر لاسرتك، الاعتذار عموما ما يقلل من قيمتك. انت وانت فوق دماغ، انت ناس محترمين تستاهلوا. شوف ردي ايه بقى؟ معالي الوزير المحترم، للاسف قرات رساله سيادتكم حالا. لن اقول هذا الكلام لا في لقاء تلفزيوني ولا لوحدي وعلى جثتي، حتى لو كلفني الرد حياتي ثاني، لو كلفني حياتي او حريتي. انا لم اخطئ ولن اعتذر ولن اتحدث في هذا الموضوع مره اخرى، وهذه كلمتي الاخيره. الموضوع زاد عن حده، لن احكم على تاريخ ناديا المشرف ولا تاريخي بالاعتذار. هذا الاعتذار المهم لن انطق فيه حتى في سري. بعدها باسبوع خلاص عرفت بقى ان انا ضحيت بحريتي عشان كرامه النادي، اعضاء وجمعيه عموميه وجماهير على تليفوني اهي يقول لك اصل هو كان متخانق مع مش عارف مين. اسهل حاجه بتقول له حقك عليا، بس انا ما غلطتش فيه. والقاضي لما كتب اصل هو يقصد اخته، طالما نايم انا ما بتكلمش عن اخته.